السلام عليكم ومرحبا بكم هنايا في مطبخ تيما بوزي. اليوم ان شاء الله راح ندير معاكم صابلي الليمون بنين بزاف. في هذه الوصفه نحتاج 250 غرام تاع لا مارغرين، نحتاج 3 صفار بيض، ملعقه صغيره لافاني، 4 مغارف كبار تاع الزيت، 3 مغارف كبار تاع المايزينا، 3 مغارف ونص كبار تاع السكر ناعم، نصف ملعقه صغيره خميره الحلويات، عطر الليمون، ونحتاج ايضا فارينه حسب الحاجه. شوفوا معايا هذه الوصفه. وهنايا لا مارغرين تاعي راهي جامده شويه، نروح نخلطها بالخلاط الكهربائي باش تولي لي طريه ونتلاقى. بعد ما خلطتها الان حنزيد سكر ناعم نصفيه، شوفوا لازم نصفيه مليح. راح نخلطهم. بعد ما خلطت هذيك لا مارغرين والسكر الناعم راح نزيد الزيت 4 مغارف كبار. دوكا نخدمها غير باليد فقط، نسيت كيفاش ندخلها مليح. هاد الصابلي بنين بزاف هكا غير بسباتشولا. نزيد هذاك البيض 3 صفار بيض، يكونوا بدرجة حرارة الغرفة ديما نقول لكم، لافاني، شوية عطر الخارص، هادي شوية ريحته هايلة. نخلطهم مليح. دوك نخلطها بيدي، من الأحسن دوك نخلطها بيدي خير. نضيف هذيك المايزينا نصفيها هي تاني، كلش نصفيه. نزيد خميرة الحلويات، هادي تكفيني، منحبش نكتر باش هذاك لافوغ نتاع الصابلي ما يتبدلش، يقعد واقف. نخلط بيدي خير. بسم الله. نضيف الفارينة، صفيتها من قبل، نتوما صفيوها. راح نجمعها. وهنايا عندي حوالي 300 غرام تاع الفارينة. دوك انا نخلط ونشوف شحال خدات مني الفارينة في هذه الكمية هكا باش يكون على بالكم. وهنايا شوف الفارينة ما قعدتليش كامل، حوالي 300 غرام، وانتم حسب نوعية الفارينة، كاين اللي تشرب وكاين اللي لا. راح نخليها واحد نص ساعة ترتاح باش نخدمو بها. العجينة تاعي بعد ما ارتاحت هذه هي. هذه هي.
وهاد الصابلي راح نحشيه بكريمه الزبده. ذوق الليمون راح يتوالى معاها بزاف. نحتاج 250 غرام تاع لا مارغرين فلوريال. نحتاج ايضا 180 غرام تاع السكر الناعم، بشور الليمون، بياض حبه بيض، و60 غرام من السكر. هادو نخليهم بجيه. راح نخلط الزبده مع السكر الناعم. صفي هذاك السكر الناعم هكا. صفيه مليح. نزيد هذاك بشور الليمون. وهنايا باش نختصر هذا الفيديو راح نخلطهم مليح بالباتور، ونتلاقاو باش نخدم هاد لامورينغ تاع بياض البيض. باش نختصر هذا الفيديو راح نخلطهم مليح بالباتور، ونتلاقاو باش نخدم هاد لامورينغ تاع بياض البيض. وهنايا راح نختصر لكم الفيديو. بالنسبه لهاد بيض حبه بيض راح نضربها مليح بالخلاط الكهربائي حتى تولي كيما الثلج نقولوا، ومن بعد نزيد السكر غير بالعقل حتى نحصلوا على قوام كيما تاع لامورينغ ونتلاقاو. وهنايا بعد ما خلطت هذيك الخليط تاع السكر والزبده راح نزيد هذيك لامورينغ هكا. نخلطها مليح، ما نكترش بزاف، حندير حاجه قليله. هذه هي. بما انه حطيت لها بشور الليمون راح تولي هايله. نخليها تشد روحها شويه في الفريجيدير باش نحشو بها صابلي ديالنا. الصابلي ديالي هذا هو بعد ما طيبته حمرته شويه فقط، راح نطليه اصلا. شوفوا كريمه الزبده هذه هي ندخلها هنايا. هذه كريمه الزبده. هنايا قرصتني نحله يا ودي واحد من المغامرات. شوفوا معايا. بسم الله. هذه هي. هكا نحي هذه زياده. راح نكملهم كامل نتلاقى. وبالنسبه للكلاصاج تاع الليمون راح نحتاجو كيله ماشي معمر بزاف تاع عصير الليمون. نزيد معاها كيله حليب. كيله حليب. نزيدو نص كيله تاع الزيت. نص كيله تاع الزيت. وهنايا عندي حليب غبره، زوج مغارف كبار ممسوحين تاع حليب غبره. نصفيهم. نخلط هاد المكونات. حنزيد الملون الاصفر، حليته فيه شويه ما زهر. دوك نشوف كي نبدا نخلط مع السكر الناعم نشوف الا نزيد ولا لا. هكا. وهنايا عندي السكر الناعم راني صفيته وضروري تصفيوه. نبدا ندير السكر الناعم. هذا هو القوام تاعو. شوفوا هذا هو كما تشوفوا. وهذا الصابلي راح نزينه بهذا الورد، ورد الشوش. شوفوا معايا. نجيب الحلوى تاعي. نجيب هكا الحلوى.
وهنا راح نمد ميساج للناس الذواقة، للناس عندها حس الذوق. هاد الحلوى ما تعطيوهاش، تدوب في الفم يا ودي، روعة روعة. وهنايا قسمت لكم حبة، نخليكم تشوفوها خير. والحلوى تاعنا بعد ما طليتها بهذيك الكلاصاج تاع الليمون زينتها بالورد. قبل ما تنشف هذيك الطليه نزينوها بالورد ونخلوها تبات ليله كامله. من بعد زينتها بخطوط الشوكولاته وفاي دور هكا باش تعطينا لمسه شابه. ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه، ولا عجبتكم ما عليكم سوى الجيم والاشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.